السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم في افضل الاحوال. اليوم غادي نديروا لي غاليت ديال لي زبينه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. لهاد الوصفه كنحتاجوا الخبز ديال لي توست. بالنسبه لعدد الشرائح ديال لي توست كتبقى على حساب الكميات اللي بغيتو تصوبوها. هنايا انا درت خمسة من خمسة حتى لستة الحبات ديال لي توست. غادي نزيد عليهم الحليب وغادي نخليهم يشربوا هذاك الحليب باش نقدر نصنع منهم ابخي خليط. في هذا الاثناء انا غادي ناخذ لي زيبينار ديالي من بعد ما غسلتهم وقطعتهم. غنزيد عليهم الملحه، غادي نزيد عليهم شويه ديال الابزار. الا كنتو باغيين تزيدوا عليهم الثومه يمكن لكم كذلك، كيجيو منسمين ورائعين. انا راه درت الملحه ودرت زيت الزيتون والابزار فقط. هادو هما العناصر اللي درتهم، غنخليهم يتشحروا. من بعد ما تشحروا لي لي زيبينار ديالي فانا زدت عليهم جوج ديال البيضات كاملين. زدت عليهم مربع ديال الجبن وطحنتهم هنايا بالبلونجور. وهذا هو الخليط اللي حصلت عليه. بطبيعه الحال ما تنساوش انكم تضيفوا شويه ديال الملحه الخليط اللي استعملناه. من بعد ما سخنا المقله، بطبيعه الحال خاصها تكون مقلاة ما تتلصقش. الا كشكيتو فيها كتلصق يمكن لكم دهنوها بشويه ديال زيت الزيتون. فانا في الاول دهنتها بزيت الزيتون وابخي وليت كنستعملها عادي. غادي نخليو هاد لي توست ديالنا يتحمروا على جوج جوايه وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه الاخيره كيفاش غيجيو. هاد لي توست كيبغيو يتكالو سخان كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو زوينين. ففيهم عناصر مغذيه، فيهم لي زيبينار، فيهم البيض. بالنسبه للجبن المربع يمكن لكم تعوضوه بالجبن الكريمي. انا ما كانش عندي الجبن، يمكن لكم تستعملوا كذلك الجبن. انا ما كانش عندي الجبن ولكن كصافيت ودرت فقط قطعه وحده ديال الجبن المربع لانني ما بقيتش كناكل الجبن. المهم حنا كيف ما قلت لكم غادي نخليو هاد لي توست ديالنا يطيبوا من على جوج الجهات. بطبيعه الحال ملي تبغيو تقلبوهم خاص حتى يطيبوا من تحت مزيان عاد باش يمكن لكم تقلبوهم باش تفادوا انه يعطيكم نتيجه عكسيه. هذا هو الشكل ديال لي توست ديالي. كنقول لكم الصحه والراحه والى اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله.